رمضان جمعية صوت الشارع الأدبية، واللي هيكلمنا عن موهبته في الشعر. برحب بحضرتك معانا أستاذ عبد النبي، وسعداء بوجود حضرتك معانا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. طيب يعني مش عارفة، ممكن نبتدي من جمعية صوت الشارع الأدبية. الجمعية بدأت إمتى؟ فكرتوا فيها إزاي؟ والاسم نفسه الحقيقة صوت الشارع، إحنا كلها حقيقة فاكرين إن هو صوت الشعر، حضرتك قلت لنا لا اسمها صوت الشارع الأدبية. هو في الحقيقة احنا في الأول خالص ابتدى تفكيرنا من إن احنا نخرج من الأماكن المغلقة. دايما كانت الندوات أو الشعراء الموضوع بينهم ندوات، إن هم بيتجمعوا في نطاق ندوات بيسمعوا بعض. احنا فكرنا إن الشاعر أو الكلمة لازم توصل للناس. ابتدينا ننزل للناس. البداية بتاعتنا يمكن اللي خلانا كان الموضوع أسهل بالنسبة لنا إن احنا ابتدينا في ميعاد صح. احنا البداية بتاعتنا كانت يوم 25 قبل ثورة 30 ب5 أيام. كان صعب علينا قوي، تقريبا كان كل المنتديات الثقافية ما بتشتغلش. كان أي حد ممكن يقلق أو يخاف إن هو ينزل في التوقيت ده. وأول ما نزلنا في أصعب مكان ممكن حد يتخيله في مصر، قدام مبنى ماسبيرو في الوقت ده. كان الشعارات بتاعتنا بالكلمة نبني وطن، وضد الدم والتخريب. ده بالعكس، نسمع كويس. بالكلمة نبني وطن، نبني وطن، وضد الدم والتخريب. ضد الدم والتخريب. انتوا مجموعة بقى من الشعراء ولا مواهب أدبية مختلفة؟ لا، احنا في البداية كان هو فكرة الزميل الأستاذ عبد التواب الرفاعي. كلنا جمعنا بعد كده وبنيناها أو بنينا على الفكرة دي. الفكرة عجبتنا إن احنا ننزل للشارع. ابتدينا فعلا ننزل الشارع زي ما بقول لحضرتك كده في يوم 30. يمكن احنا بنتميز عن غيرنا ان احنا ملناش اي توجهات. احنا الرقم 1 و2 و3 و10 عندنا هو مصر. ازاي نبني مصر؟ ازاي ممكن الكلمة ممكن تبني؟ الكلمة فعلا بتبني والكلمة بتهد. يعني الإشاعة كلمة، الأغنية الوطنية كلمة، كل حاجة هي كلمة، سواء موسيقى أو بتضيف يعني. نزلنا للشارع وابتدينا نعمل ندوات، وبعد كده ابتدى الموضوع يكبر معانا. طب جمعتوا بعض ازاي؟ احنا مجموعه من الشعراء اصدقاء. ممكن نكون كنا بنتقابل في الندوات المغلقه اللي انا بتكلم عليها دي. يعني كنتوا بتتقابلوا قبل كده بعضكم عارفين بعض يعني لحد ما زودتوا ناس جديده، ولا انتوا بس اللي لا احنا معظمنا كنا بنتقابل بالشكل اللي انا بقوله. فجمعتوا بعض وقلتوا نعمل يعني شكل بقى يجمعكم كلكم. بعد كده ابتدى الموضوع يتطور معانا، لان احنا نبتدي نشتغل على المواهب الشابه. ابتدينا نكبر الموضوع شويه، ابتدينا نشتغل على المواهب الشابه. ابتدينا نشتغل على المحافظات، ابتدينا نشتغل على مراكز الشباب. دي يعني الحقيقه مواهب، يعني يمكن كان في قبل حضرتك فقره من الفيوم مواهب ادبيه كتيره جدا موجوده في المحافظات بشكل عام. وفي مواهب الموهبه نفسها ما تعرفش انها موهبه، ودي مهمه الحقيقه. استاذ عبد النبي، دي تعملوها برضو اكيد ليكوا طريقه برضو عشان تكتشفوا المواهب. طبعا. يعني من ضمن ده مثلا انا كنت امبارح في عزا او في حاجه زي كده، فواحد بيكتب ما بيكتبش حاجه خالص، اول مره يمسك قلم، فكتب رساء لخالته اللي هي بحبها. فيمكن انا هقول جزء صغير منها بس. ده يبين يعني انه ممكن حضرتك تبقى قاعد كشاعر تحس بانه حد تاني عنده موهبه وتاخد منه الموهبه. ده هو في الاساس مش يعني هو مش شاعر. هو مش شاعر، بس حضرتك اللي شاعر. اول مره يكتب، هو بيقول لي انا اول مره اكتب او امسك ورقه وقلم واكتب. حتى انا قلت له ايه، احتفظ بيها، خد منها نسخه معاك. فهو لا ده هي مره وعدت يعني. بس انا ما خدش الموضوع لانه مره وعدت. انا لقيت فيه ممكن الاقي شطره واحده بس في اللي هو قايله. جميل يا استاذ. تسرني كشاعر او تسرنا كجمعيه ان احنا بنحاول ان احنا ندور على المواهب. يمكن نبني على ده، مش ناخد المواهب الجاهزه لكن ندور كمان على المواهب. ده رائع. لا الشطاره في ان احنا نجيب اللي مش جاهز. رائع، صح يا استاذ عبد النبي. طب نسمع من حضرتك الكلام بتاع الشاب اللي يمكن حضرتك بتقول عليه ده. هو اسمه مصطفى البدري. انا هقول بس شطره صغيره جدا كده. هو مش شاعر يعني، زي ما بقول اول مره يكتب. فهو بيقول ايه باسم خالته، يعني بيقول حاجه امال يا حاجه امال، فراقك لينا شيء محال، اصعب جدا من الخيال، كان نفسي اعيش ليكي شيال او حتى بنيلك تمثال، حبك اكبر من بحر المال، حب حقيقي مش لعب عيال، قلت نصيحه يا عم يا خال، الدنيا دي بجمع المال بس الاخره دي بالاعمال. يمكن اللي هو قاله كله هو ده جزء منه. اللي عجبني فيه الشطره الاخيره. يعني انا حسيت ان هو لخص الدنيا كلها. هو عايز يبقى عايز يقول حاجه. يعني هو يمكن موضوعه في كل اللي قبل كده
كان هو بيعمل قافية يعني بيحاول يعمل قافية بتاع موضوع سهل بس في بعض الحاجات اللمحات الفنية اللي عجبتني. يمكن انا عشان كده انا قلت ان ممكن لو دورنا جواه او لو لمعنا زي ما بيقولوا حته الماس او حته الذهب، ممكن نلمعها، نلمع التراب اللي عليها فيطلع منها حاجه كويسه يعني. تمام. ربنا يوفقكم يعني انكم دايما تكتشفوا المواهب، لانها فكره مهمه قوي، لانه كتير من المواهب الحقيقه مش بتلاقي المكان اللي ممكن يكتشفها او ممكن يعرفها اصلا انها عندها موهبه. طيب بالنسبه لحضرتك موهبتك يا استاذ عبد النبي في الشعر مش كده؟ عامي ولا فصحى؟ عامي. عامي، وده الاقرب للناس الحقيقه، اللون ده قريب جدا من الناس ولا بتشوفه ازاي؟ هو يمكن الاقرب للناس جدا، بس ممكن يكون من اصعب انواع الشعر يعني. الناس بتعتقد ان هو سهل، بس الشعر العاميه عشان زي ما بنقول ان هو بيوصل للناس سهل او اقرب حد يوصل للناس، فلازم ينتقل كلمه كويس جدا، لازم يشتغل على نفسه كويس جدا او على الكلمه اللي بيقولها يعني. انما طبعا مع احترام للشعر الفصحى بس زي ما بقول ان هو الموضوع صعب انك توصلي لوجدان الناس. ازاي انا اوصل؟ ومش هوصل يعني انا بوصل للراجل اللي بيبيع البطاطا واللي بيبيع الترمس وللمهندس وللدكتور وللمحقق، بوصل لكل فئات الناس. او الكلمه اتعملت عشان توصل لدول. يعني الاغنيه الوطنيه في 73 وفي 67 وفي الحرب، حتى يمكن لحد اخر حاجه، لحد ثوره 30 الاغنيه عملت كتير او الكلمه عملت كتير. فهو احنا الشغل تقريبا كله في المنطقه دي. تمام. ابتدت معاك موهبه الشعر ازاي يا استاذ عبد النبي؟ والله انا اول مره مسكت فيها قلم كان مش فاكر لان كانت من فتره كبيره جدا، بس كان اول حاجه كتبتها حسيت ان هي كويسه بالنسبه لي، كانت وانا من حوالي حاجه 20 سنه. كنت في معرض كان حاطط صور للفلسطينيين والعدوان الاسرائيلي، فانا شفت المنظر، فالمنظر هو يمكن الشاعر لما بيكتب باحساس بيكون احسن حاجه عنده. الشعر في الاساس هو احساس، بعد كده ممكن لو في حاجه ممكن يشتغل عليها الشاعر يعني. انما هو الاساس احساسه يعني. احساسه طبعا. طيب تفتكر انه الاسره شجعتك ده خلى موهبتك تظهر؟ تفتكر ان المحيطين بيك حبوا الموضوع؟ وحضرتك بتشتغل في مجال الشعر بس ولا عندك مجال تاني بتشتغل فيه؟ لا انا مدرس ثانوي وفني. مدرس كمان. طب الحقيقه المعلم طبعا بيبقى يعني فعلا الفصاحه واللغه والقدره على التواصل مع الناس، الحاجات دي لازم كلها تكون موجوده عند المعلم. هل مهنتك ممكن تكون برضه دعمت شويه موهبه حضرتك؟ هو يمكن المعلم محتاج ان هو يكون عنده فنون معينه. صحيح. يمكن اهمها ان هو لازم يكون لبق. طبعا. البديهه بتاعته سريعه جدا. طبعا. لان ممكن يتعرض لموقف يحتاج ان هو يرد عليه صح، لو ما ردش عليه صح في الوقت نفسه فهو ممكن يقع. يعني يقع يعني ما يقدرش يخش الفصل، ما يقدرش يشتغل في الفصل تاني. طبعا موقف واحد بس، فلازم بيبقى فيه بيتوافر فيه بعض وده يمكن بيدعم الحقيقه فكره ان حضرتك تلقي الشعر بقى امام الناس وكده. طيب هنسمع حضرتك يا استاذ عبد النبي عشان نتعرف على موهبه حضرتك اكتر. اتفضل. هو انا بس قبل ما اقول حاجه من الاعمال، انا هقول امي، لان انا والدتي الله يرحمها توفت من قليله يعني. رحمة الله عليها بإذن الله، ربنا يرحمها رحمة واسعة، والدتي وكل الناس تانية. يا رب يا رب. فهقول حاجة صغيرة كده، بقول أمي يا نبع حنان، يا حضن أمان، يا ست الكل، يا أمي رضاكي من رضا الرحمن. بدايتي بين ضلوع جسمك وتكوين رسمي من رسمك، وحبك في شراييني ودمي جزء من دمك. أنام وأنتِ ما بتنامي وتحمي حتى أحلامي، ولو يوم كنت أنا موجوع حنانك يشفي آلامي. ورب الكون وصيني تكوني تاج على جبيني، ولا صوتي يكون عالي عشان قلبك مربيني. في حضنك قلبي يتهنى، بكل الحب يتغنى، يا نهر الخير لأيامي، يا باب مفتوح لي للجنة، يا باب مفتوح لي للجنة. ربنا يرحمه رحمه واسعة يا استاذ عبد النبي الحقيقة، ويعني أكيد وصلها اللي حضرتك عايز تقوله، وأكيد وصل لكل أمهات مصر الفكرة اللي حضرتك عايز توصلها. طيب يعني الحقيقة موهبة رائعة يا استاذ عبد النبي وسلاسة في التعبير. طبعا بالنسبة لموضوع الأم، طبعا هو يعني الإحساس بيه هو يمكن يخرج ألفاظ ما حدش يقدر يعبر بيها
بسهوله يعني. لكن فكره الحقيقه سلاسه الالفاظ والتعبير لازم يكون في ثقافه لغويه واستماع كثيرا للشعراء وكده. حضرتك بتحب تسمع لمين من الشعراء او بتقرا لمين كتير؟ انا بحب الشعر العامي البسيط يعني، او ممكن يكون زي صلاح جاهين، زي الابنودي، زي نجم. يعني الناس اللي اعلام الشعر العامي الحقيقه، ودول اللي وصلوا للناس باحساسهم الصادق الحقيقي. الناس يعني انا حتى يمكن وبسهوله الالفاظ على فكره، مش بالتقاعد في الالفاظ ابدا. حتى يمكن انا حتى في كتاباتي بسيطه يعني، حتى الصور الشعريه فيها ما بتبقاش صعبه يعني. صحيح. ربنا يوفقك يا استاذ عبد النبي، وبجد موهبه رائعه يعني. ربنا يوفقك. نسمع من حضرتك ايه؟ انا بس عايز اقول للناس احنا مصر عمرها ما هتقع، عمرها ما هتبقى مكسوره لحد، مش بتاعت حد. مصر هتفضل دايما كبيره. فهقول للناس المغيبه اللي بتحاول ان هي تعمل حاجات كتير ضد مصر، هقول الدين لله. الدين لله. عشان ما حدش يتاجر فينا باسم الدين. صحيح. الدين لله. انزل جاهد موت اخوك، اسيادك على كده ربوك. ان الدين له ملك وملوك، اذا كان بينهم هم مملوك، المصري ما يبقاش مملوك. ربنا رب الكل، والمصري مش راح يتذل، والاسلام فعلا الحل. اسلام ربنا رب الكل، مش اسيادك هم الحل. سيدنا محمد هو نبينا، اسلامنا واسلام اهالينا، قرآننا نجمع بعضينا، ومحمدنا نصلي عليه، من مكة بنوره يهدينا. هي الغيبوبة واخداكم؟ هي الغيبوبة واخداكم؟ ولا قساوة وعايشة معاكم؟ بتقول الجنة بنتزاحم على جثة اخويا ومش نادم. اصحوا 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 فوقوا يا ولاد بلدي، دي سحابة سودة وهتعدي. انا مصري ومحدش قدي، وحدود الاسلام على حدي. رئيسكم مش هو نبينا، رئيسكم مش هو نبينا، ولا حارس ديننا واهالينا. ده المصري ربان في سفينة، ده محمد وفي ايده مينا، بقلوبنا بنحمي بعضينا. اللي يقول بالدم ناخدها، اللي يقول بالدم ناخدها، هي دي جارية وانتوا سيادها؟ اللي يقول بالدم ناخدها، هي دي جارية وانتوا سيادها؟ ده الحرة لو ماتوا ولادها، الارض تنبت احفادها. تعالوا نبني الايد في الايد، اسياد مش هنبقى عبيد. يصبح لينا صبح جديد، شعبنا فيه يصبح السيد. السيد يعني القلب حديد، السيد يعني الايد في الايد، السيد يعني نهارنا جديد، السيد يعني العزم شديد. القرآن ربه بيحميكي وبيهزم على طول اعاديكي، وولادك ايدهم في ايديكي. هنعيش ونموت فيكي وليكي، هنعيش ونموت فيكي وليكي. صحيح. يعني الحقيقه ما نختلفش ابدا عن كلام الاستاذ عبد النبي. ربنا يكرمك، كلام رائع الحقيقه. والسلاسه والبساطه دي مهمه جدا يا استاذ عبد النبي. يعني فعلا فكره سلاسه الالفاظ دي بتيجي كلها في ذهن حضرتك مره واحده، ولا بتقعد تكتب القصيده على اكثر من مره؟ هو الفكره اهم. هي القصيده ساعه ما بتبدا من فكره. ممكن تبدا ببيت، ممكن البيت ده يقعد معايا اسبوع، شهر، 2 سنه، بس بسجله يعني، بخليه موجود معاك. يعني ممكن قصيده تقعد اشتغل عليها سنه، ممكن قصيده اكتبها في يوم واشتغل عليها واخلصها يعني. الموضوع زي ما قلت مش سهل، ممكن، بس الفكره الجميله لازم الواحد بيبني عليها بناء جميل يعني. ربنا يوفقك دايما. طيب هنسمع من حضرتك يا استاذ عبد النبي عشان نغير ونخرج من الجو ده بقى. بالعكس احنا معاك، احنا من سعداء جدا بيك. الله يخليك الله يخليك. في ناس بيبقى حاسس بالنرجسيه. يعني هو مش حاسس في الدنيا غير بنفسه بس. لا يعني واحد مغرور بمعنى اصح يعني مش شايف غير نفسه يعني. فهقول اكبر غلط، اكبر غلط انك تحس انك لوحدك في الحياه، وان الانا فيها النجاه. ما تشوفش غير نفسك معاك، ما تشوفش حتى الاشتراك وتبيع رخيص، حاسس بانك انت قيس، وليلة ليك كل النساء تفكير خسيس،
والعقل كان جواه حبيس ومراية سودة مضلمة صورتك عليها، تصرخ ملامح دنيتك ان انت فيها، عدسات عينيك شايفة الحياة اسود غطيس، قنديل حياتك نوره كان عنك حبيس محابيس احلام الحياة، وسواد حلال على اللي اشتراه، دفع الثمن من فرحته من دنيته لما اشترى في القلب وان اللي جنبك مش معاك، وتحس انه ما اشتراك، ساعتها بتهون الحياة وتبيع رخيص، تبعد بعيد عن دنيتك لون الهلاك وتروح هناك، وتروح هناك ما بين رحايا تطحن الحلم اللي مات، تصرخ بأعلى الصوت صرخة سكات، والصرخة تنحت في الضلوع والصوت مفيش، والصرخة تنحت في الضلوع والصوت مفيش، إن الأنا مش لوحدها، إن الأنا مش وحدها تقدر تعيش، إن الأنا مش وحدها تقدر تعيش. بجد يعني القيمة هنا عالية جدا يا أستاذ عبد النبي. يمكن حضرتك شفت تجربة أعتقد وده اللي خليك تتكلم كده، ولا ده مش شرط؟ أنا من الناس اللي أنا ما بكتبش الحاجة إلا لما بحسها يعني. واضح واضح. كتاباتي كلها بنفس الشكل ده يعني. وده جميل الحقيقة. طيب هنسمع منك إيه؟ احنا محتاجين بجد مش نتكلم، نسمع حضرتك أكتر. الله يخليك. ربنا يكرمك. هو أنا كان ساعة افتتاح المؤتمر الاقتصادي أو في لحظة نهاية المؤتمر الاقتصادي بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأنا مسكت الورقة والقلم وكتبت. فأنا هقول إن أنا كتبته بإحساس في الوقت ده أو في اللحظة بعد خطاب الرئيس السيسي أو في لحظة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية المؤتمر الاقتصادي. فهقول بهية، مبروك عليك الفرح يا بهية يا عالية، في حضن أحبابك وفي قلبهم غالية، والفرحة مالية الكون عليك يا بهية، الشمس رقصت وغنت لأيامك الجاية، عيون بهية زمان العزب غنى لها، دلوقتي يوم الفرح والدنيا تجري لها، الشمس طلعت عليك يا ست الكل، كل الحبايب معاكي بتزف أجيالها، اليوم ده يوم الفرح، فرحك ده فرح الكل، الأرض بتغني ليكي والنسمة شايلة الفل، طوب الفرح من الفرح نور على جبينك يا بهية يا ام التاريخ بيك الزمان بيطل، يا بهية وانت الهبة من نيل أصيل وجميل، يا بهية وانت الهبة من نيل أصيل وجميل، يا اللي انت أصل الجمال ومعاكي ألف دليل، شانك يا ست الكل بيدف كل العرب، يا اللي انت أم نجيب محفوظ وأم زويل، يا اللي غلاوتك في قلب الكل ملهاش حصر، عش على أرضك أجمل من 1000 قصر، يا اللي انت نيلك بيحفر أجمل علامة نصر، مبروك عليك الفرح يا حبيبتي انت يا مصر، يا حبيبتي انت يا مصر. بجد يا استاذ عبد النبي بشكرك جدا، ويعني الحقيقه فكر وطني جميل جدا بصراحه. فكره انك انت تكتب في الشعر الوطني ده مهم قوي. هل حضرتك شايف ان الشعر الوطني دلوقتي موجود او الاغنيه الوطنيه؟ يعني يمكن كانت احداث اكتوبر في الفتره الحاليه كلنا بنميل جدا نسمع خالد السلاح صاحي، نسمع شاديه، نسمع الفنانين الرائعين دول اللي كلهم غنوا اغاني وطنيه يعني فعلا بتخلي الناس تبقى سعيده جدا وبتخلي احساسهم بالوطن رائع، بتدعم جدا. بنوا وجدان في الوقت ده يعني بنوا وجدان الناس في وقت الازمات، طبعا في وقت الحروب يعني كانت حاجه موازيه جدا للعب القوات المسلحه والسلاح يعني كان بالظبط بيوازي اللي شايل السلاح. صحيح. الكلمه فكره الكلمه بتوازي السلاح. انت شايف ان الاغنيه الوطنيه رايحه على فين يا استاذ عبد النبي الحقيقه؟ لا والله احنا دايما على فكره يعني احنا كشعب مصري بنقرب من بعض قوي في اللحظات الوطنيه المهمه يعني. يمكن في بعض الاحيان في بعض الدول حاولت ان هي تستغل الفتره اللي فاتت من بعد 25 يناير ان هي تحاول تقسم مصر او تعمل حاجات كتير مش كويسه يعني، بس فشلت في ده وفشلت فشل ذريع. ليه؟ لان احنا شعب في وسط الازمات بنتجمع وما بنتكسرش وما بنخلص، بنضحك وما بنخلص، يعني الازمه شغاله واحنا بنضحك. يعني احنا زي ما حضرتك بتقولي كده بنضحك. يعني احنا لما وسط التحرير طلعت اغاني وطنيه في عز مشاكلنا وفي عز احزاننا بنضحك، في عز احزاننا بنقول النكته
على الحزن نفسه او على المشكله اللي عندنا، فاحنا هنتكسر ازاي؟ يعني مش هيحصل يعني. صحيح، يعني باذن الله فعلا زي ما حضرتك بتقول مش هنتكسر ابدا، والاغنيه الوطنيه ان شاء الله ممكن تاخد منحى جديد من وجهه نظرك او تختلف يعني. في فترة أو في الفترة اللي فاتت يمكن ده حصل، ابتدينا نلاقي أغنية وطنية، بس يعني طبعا مش كل الأغاني بتبقى ما عندناش شهادتين، مش كل الأغاني مش كل الأغاني بنفس الجودة يعني. عندنا أغاني وطنية قديمة كويسة جدا، وفي الحديث برضه عندنا بعض الأغاني. والله كان في الفاصل أغنية الفنانة أمال ماهر طوبة فوق طوبة نبني رائعة، بس احنا محتاجين نشوف شعر زي شعر حضرتك كده الحقيقة مغنى. ما فكرتش في ده؟ والله احنا دلوقتي في إطار بنعمل النقابة العامة للشعراء مصر، يمكن ده حاجة ما حدش، في ناس كتير لسه ما تعرفهاش. المشروع دلوقتي نقابة عامة للشعراء المصريين. الأستاذ أيمن بهجت، الشاعر أيمن بهجت قمر، هو ابتدى الفكرة، أستاذ أيمن. بعد كده ابتدى معنا أو موجود فيها من ضمن الناس المؤسسين الأستاذ بهاء الدين محمد، الأستاذ عوض بدوي، الاستاذ هشام الجخ، الاستاذ عمرو قطامش، الاستاذ، انا مش عايز انسى حد، مجموعه رائعه يعني. مش عايز انسى حد. انا عايز اقول ان الاستاذ عبد الله الرفاعي وانا لا يعني مجموعه كبيره جدا بتاسسوا النقابه ان شاء الله باذن الله. فممكن الموضوع دلوقتي ان في اطار موافقه رئاسه الجمهوريه، اتمنى ان ده يحصل بسرعه، لان الكلمه زي ما قلنا هي بتبني، والكلمه هي، لان الكلمه لسه قايلين دلوقتي ان هي بتوازي حامل السلاح، يعني حامل الكلمه بيوازي حامل السلاح. صحيح مع حضرتك جدا. طيب هنسمع منك ايه؟ هو بس عشان هنقول تحيه للجيش المصري، عشان احنا اتكلمنا النهارده عن بهية. تمام. هقول شهيد الغدر. شهيد الغدر قال الشهيد لامه: خلصت يما الجيش، هروح اجيب الشهاده، قوم اخبزيلي العيش، عشان هنذبح ذبيحه وناكل الدراويش، فته ولحمه يا غاليه، ابنك هيخرج شويش. سافر الشهيد ومعاه من اللي زيه كتير، وكان بيسبق زمانه، من الفرحه كان هيطير، فرحان بخدمة بلاده، كان ليها مخلص كبير، يحمي أراضيها من كل ندل حقير. وراح وجاب الشهادة، بس الورق ملقاش. وراح وجاب الشهادة، بس الورق ملقاش. نال الشهادة ورصاص الغدر ما استناش ان امه تفرح بيه، على رجله ما رجعلهاش، رجع لها بصندوق واللبس مترين قماش. لبست يا ناس البلد في يومها توب الحداد، حتى النجوم انطفت على فراق الولاد، والنيل دموعه بتنزف على ولاده الشداد. كل ولادك فداكي وما تلبسيش السواد، وانت يا بلدي يا غالية، يحميكي رب العباد، يحميكي رب العباد، يحميكي رب العباد باذن الله. يا استاذ النبي بنشكرك جدا، وحقيقه يعني برضه احساس رائع من حضرتك، يعني فعلا ربنا ان شاء الله يكون مع كل اللي موجودين على حدود مصر وبيحموها، وموجودين في كل حته في مصر بيحاولوا يقفوا قدام الغدر والخيانه. احنا قاعدين دلوقتي واحنا مطمنين، وانا سايب بيتي وحضرتك سايبه اولادك، عشان احنا مطمنين، عشان هم واقفين بيحمونا. فاقل حاجه ان احنا نقول لهم احنا لسه قايلين بكلمه بنبني وبالكلمه بتهد، اقل حاجه خالص ان احنا نقف معاهم حتى ولو بالكلمه. صحيح. الحقيقه كل الشكر لحضرتك. نكمل مع حضرتك، تحب تكمل بايه؟ هو بس عشان احنا قلنا ان المصري في كل احواله بيضحك، حتى وهو حزين، بيضحك. فهقول انا المصري، انا ضحكه في دمع الليل، ولما احزن اقول مواويل، ودمعي من الفرح بيسيل، ولما اضحك وضحكي يزيد، ولما اضحك وضحكي يزيد اقول يا رب اجعله خير. انا القلب اللي شال الكل وما قبلش ياكلها بذل، وكل مشاكله بالنكته، وضحكة هم كان لها حل.
انا الاخ الكبير لاخوات، انا الاخ الكبير لاخوات، انا العمر اللي كله اهات وانا حمال هموم الكل بعمر الجاي واللي فات. انا بسلاحي وبدمي، انا بسلاحي وبدمي واخويا معاه ولاد عمي، حميتك يا وطن يا كبير. ما شفتش ولا متغمي؟ انا اللي بثور على الكفار، انا اللي بثور على الكفار بحرية صحاب الدار، بطغيان ولا باسم الدين. انا الشهداء، انا الاحرار، انا الشهداء، انا الاحرار. اشكرك جدا بجد استاذ عبد المنعم، وبجد سعدنا بيك جدا، ونتمنى حضرتك التوفيق، ويعني نتمنى بجد ان احنا نشوف شعر من حضرتك مغنى. مش عارفه احساسي الخاص ان حضرتك شعرك ده ممكن يغنى جدا، ونتمنى بجد ان احنا نشوفه في الاغنيه الوطنيه في الفتره ان شاء الله باذن الله. هتختم بايه يا استاذ عبد المنعم من شعرك؟ ان شاء الله باذن الله. في موضوع الشعر الموضوع احنا بنعمل اوبريت لمصر، اوبريت كبير بيشترك فيه 7 أو 8 شعراء من عندنا من الشعراء الجماعيه. ان شاء الله باذن الله هيكون اوبريت جميل يعني. باذن الله. تختم بايه كلامك يا استاذ؟ هختم بحاجه صغيره خالص. هقول صباح الفل يا بلدي، صباح الفل، صباح الفل يا بلدي يا شايله الكل، شايله اللي بيحب ترابك، شايله الغريب على بابك، ومهما تعبت يا بلدي دواكي عند احبابك، انا وابني واحفادي فدا ترابك. يعني واصله جدا يا استاذ عبد النبي، بجد بنشكرك جدا وسعداء بيك جدا، وربنا يوفقك ان شاء الله، وبجد عايزين نشوف حضرتك مره ثانيه ان شاء الله، ونزيد من القصائد والعطاء باذن الله. ان شاء الله جدا ان شاء الله، وانا سعيد جدا ان انا كنت موجود معاكم. شكرا لحضرتك جدا بجد. واستاذ عبد النبي رمضان، جمعيه صوت الشارع الادبيه، وهنقف مع حضراتكم فاصل سريع، وبعد الفاصل نكمل فقرات برنامجكم شباب واراء. انتظرونا. Yeah.